المتابعين لهذا الرسوم المتحركة وهي كرتون الخلد. صديقاتي طبعا هنا ما متابعاته أو يمكن ما يعرفوه حتى. متابعته؟ لا. إذا أصدقائي اليوم موضوع حلقتنا راح يتكلم عن العطلة الربيعية، وأخيرا بعد التعب والجهد والمثابرة اجتنا العطلة وانتهى الشوط الأول الدراسي وراح نبدي بالشوط الثاني، لكن بعد هذا الفاصل اللي هي حتكون استراحتكم للعطلة. أما الآن خلوني أتعرف على صديقتي. مرحبا. 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 شنو اسمك؟ شمس. شموسة. شمس الشموسة. يا صف رابع. رابع ابتدائي. ابتدائي. وشلون الامتحانات كانت؟ الباقي على الكاميرا صاحبتنا. زينة. حلوة. وزين شنو طلعين الأولى ولا الثانية؟ أولى. أولى. إن شاء الله تطلع صديقتي الأولى. مرحبا. مرحبا. طبعا عندنا صديقتنا اسمها غزل. غزل. شوي صوت أعلى. غزل. شو اسم بابا؟ علي. غزل علي. طبعا غزولة بعد صغيرونة أصدقائي، هي بالروضة. انتي بالروضة؟ صح. مرحبا صديقتي. مرحبا. مرحبا. شنو اسمك؟ أسيل. أسيل. طبعا هي جايتنا من يا محافظة؟ من خانقين. من خانقين يعني من ديالة؟ اي. صديقتنا نشوف الكاميرا بقى عليها من ديالة. طبعا هذه شنو الجولة الأولى عندك؟ أي. بعد العطلة؟ اي. راح تروحين بعد وين؟ راح السليمانية إن شاء الله. أنت أيضا جولات أخرى حتروح بيها للسليمانية أو للشمال. طبعا أنت حتتونسين هواي. اي. يا صف. أنا رابع. بالرابع راح تكونين أولى إن شاء الله. اي. مجاوبة كل الامتحانات؟ اي. إن شاء الله صديقاتي كلهم يكونون مجاوبين كل امتحاناتهم. أكيد صديقاتي أنا أنصحهم إنه يروحون يغيرون جو بهذه العطلة. عندهم هم تقريبا أسبوعين. أسبوعين مو؟ هاي الأسبوعين أصدقائي ممكن يستلزمون بيها، ممكن يزورون أقاربهم، ممكن ما حتكون سوي أسيل تروح تسافر للشمال أو إجت لبغداد. أما الآن نشاهد هذه الفقرة أصدقائي ونرجع لكم. مرحبا أصدقائي يا أجمل أصدقاء بالكون، ومرحبا منار. أتمنى إني قضيت وقت ممتع مع أصدقائي، والآن أصدقائي راح يقضون وياي وقت أكيد ممتع. محضرت لهم أكيد فقرات ممتعة ومسلية، بالإضافة راح يتعلمون وياي مهارات جديدة بفقرة زكاريش، وراح نتعلم رسوم جميلة ممكن يفاجئون بها أصدقائهم والماما والبابا أيضا. كل هذا في برنامج رياحين. أصدقائي الآن راح أعلمكم معلومات مفيدة جدا عن النملة. تعالوا وياي حتى نتعرف على النملة في فقرة نتعرف على حيوان. A box of sugar that would change everything. النملة من الحشرات الاجتماعية، أما حجمها يتراوح بين 75 إلى 52 ملم. أصدقائي النملة تختلف ألوانها، يعني عندنا موجود الأحمر وموجود الأسود، ولا تعرفون أكو لون أخضر للنمل. ممكن أنتم ما شايفينه، لكن هو هذا يعتبر أقل شيوعاً بين أنواع النمل. إذا صادفت اليوم نملة لونها أخضر جيبوها إلي، ممكن نحتفظ بها ببرنامج رياحين. أما يا أصدقائي النملة تعيش على شكل مستعمرات كل هواية، أكيد إحنا شايفيهم، لكن لا تظنون إنه هذه النملات هي نفسها تقوم مثلا اللي تعتني بالصغار هي نفسها تبقى للأبد تعتني بالصغار. أنتم غلطانين. النملة تقسم جدول عدة أسابيع، يعني اللي تعتني بالصغار هي نفسها اللي راح تدافع بعد عدة أسابيع عن النمل، أو ممكن تنبهنا إذا إجا خطر. أما دماغ النملة يا أصدقائي يعتبر الأكبر حجماً بين الحشرات قياساً لحجمها الصغير جداً، ويؤكد العلماء أن دماغ النملة يعمل من أفضل أي كمبيوتر بالعالم. يعني لو جبنا أفضل كمبيوتر بالعالم أكيد هي دماغ النملة راح يعمل أفضل من يمه. أما من فوائد النملة الصغيرة الحلوة أكيد لها فوائد عديدة، هي تساعد على نظافة البيئة. إذا شفناها في اليوم تتمشى لا نقتلها أبداً، لأن هي راح تساعد على نظافة البيئة، بالإضافة إنها تعتني بصغارها بشكل مذهل، يعني هي مربية رائعة لصغارها، بالإضافة إنها تدافع على نفسها وعلى مستعمراتها. وتقريباً النمل أصدقائي يعيش على
أغلب اليابسة ما عدا المناطق النائية. أقصد بالمناطق النائية هي المناطق اللي ما يعيش بها الإنسان. إذا ما شفنا منطقة ما بها حياة، ما بها إنسان، ما بها حيوانات، إذا راح نقول إن هذه المنطقة ما بها نمل. أصدقائي أتمنى تعرفتوا على النملة بشكل أكبر وياي أكيد في فقرة نتعرف على حيوان. الآن راح نرجع ويا منار داخل الاستوديو. لا تنسوا تتواصلون ويانا عن طريق صفحة الفيسبوك برنامج رياحين بالعربي. إذا بس تكتبون في الفيسبوك برنامج رياحين راح تقدرون بعدها تبعثوا لنا صوركم، تهاني بمناسبة أعياد الميلاد، أكيد أعياد الميلاد الخاصة بكم أو مواهبكم الجميلة. أصدقائي انتظروني بالفقرة القادمة. Now the fate of this tiny world depends on the courage of a little ladybug. شكرا نهر على هذه المعلومات الرائعة. طبعا أنا غرت أريد أروح وياها وأشوف صديقاتي النملات، كلش حلوين هم ويعيشون على طريقة المستعمرات. ومثل ما قالت نهر أصدقائي لما تشوفون مكان مهمل أو نائي وما بيه بشر راح تجدون به كثير من أصدقائنا النمل. صح صديقاتي؟ صح. أجيكم أني؟ هذه معلومات جميلة أتمنى أنتم استفدتوا من عندها. صديقتي صاحبتي صديقتي حبيبتي أسيل، يعني رحت سحقتك أسولة حبيبتي، أنت شنو ناوية تسوين بهذه العطلة؟ أنا وأمي خططنا إنه نسوي شغلات اصطناعية. شغلات يعني اصطناعية أنت تسوونها؟ أي. مثل هذا الدبدوب يعني أشغال يدوية. أي. يعني مواد أنتم عندكم مهملة أو متروكة وأنتم راح تستفادون من عندها وتصنعوها. فكرة كلش حلوة. تحياتي طبعا إلى الماما. خلينا نشوف شموسة شنو سوت. مرحبا. مرحبا. خلينا نشوف باقي صديقتنا الكاميرا حتى تطلعين حلوة. صديقتي شنو سويتي أنت بالعطلة أو شنو راح تسوين؟ رسمت وزرت أقاربي ورحت للحدائق. ورحتي وعش راح تسوين؟ شوفي أنت راح ترسمين هواي؟ أي. أنت رسمك حلو؟ أي. يعني ممكن تسوين معرض، يعني من هسه تبدين ترسمين حتى تروحين لمدرستك بتربية فنية وتقولي سوي لي معرض. سوي لي معرض. أي. فكرة حلوة؟ أي فكرة حلوة. فكرة حلوة. أكيد صديقتنا هي ناوية تروح المنتزهات والحدائق تستثمر عطلتها. أما صديقتي غزل فهي بعيدة عن الموضوع. مرحبا. طبعا غزل عندها نشيد تدرين بيها؟ ترى هي تحكي وعندها صوت بس هي ساكتة. نقرأ النشيد؟ نقرأ؟ يلا. أنا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة تاكل مني لا تشبع وتصير خدودي حمراء وتصير خدودي حمراء. صفقولها. طبعا هي غزولة صغيرونة بالعمر بس هي كلش حلوة. حلو نشيدها أنا كلش حبيته. أصدقائي أنتم أيضا ممكن تكلمونا وتحدثوني عن شو راح تسوون بهذه العطلة، تعطوني أفكار باعتبار أنا أيضا عندي عطلة. فأصدقائي أكيد ممكن تتواصلون عن طريق صفحة الفيسبوك برنامج رياحين بالعربي ودون فواصل. أما الآن راح ننتقل ونشوف صور أصدقائنا اللي وصلتنا عبر صفحة الفيسبوك أصدقائي ونرجع لكم.
ويعمل لي طيارة صغيرة بسرعة للماما يطير ويعطي ماما ضمة كبيرة يعطي ماما ضمة كبيرة يعطي ماما ضمة كبيرة يعطي ماما ضمة كبيرة شكرا 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 كلنا نلعب كلنا نفرح لكن لازم أولنا قدر كلنا علشان نكبر بكرة ونصبح انت طبيبة وانت مهندس كلنا نلعب كلنا نفرح لكن لازم أولنا قدر كلنا علشان نكبر بكرة ونصبح انت طبيبة وانت مهندس كلنا نلعب كلنا نفرح كلنا شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسم على الحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان شكرا أصدقائي لكل بعثوا صورهم عن طريق صفحتنا الفيسبوك برنامج رياحين بالعربي ودون فواصل. طبعا أصدقائي أحب أنبهكم إنه أكو منشور محدد للصور تبعتهم به صور أعياد الميلاد والمواهب والأصدقاء، يعني لا على الرسائل ولا بالتعليقات بصور أخرى. هذا المنشور كل أسبوع أنا أنشره تقريبا يوم أحد سبت، فذلك أصدقائي ركزوا. أيضا هو يحمل عدد محدد تقريبا 100 صورة للأطفال، بعد ذلك يتوقف عن الاستلام. أما الآن تعالوا ويانا نشوف أصدقائنا أو صديقاتي هم كلهم بنوتات. هل أجيب المايك؟ منو منكم راح ترسم لي؟ تعرفين ترسمين؟ طبعا هي اليوم صديقتي لابسة فراشة. تعال انت ليش لابسة فراشة حلوة؟ هاي جناحاتك؟ طيرين؟ طيرين. وين تتنقلين بيها؟ نقل على الأزهار من زهرة إلى زهرة. هي طبعا عندها فراشة هنا وهنا، وحتى هذه فراشتها مش ألعب بيها. هذه مالتها. صديقتي بتعرف ترسم. تعالوا احنا هي ترسم ولازم احنا نعرف هي شنو راح ترسم. مستعدات؟ مستعدة غزل؟ تمام؟ يلا هذا القلم. تعالي هنا حطيت بين الكاميرا. مسك الألوان ورسم على الحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسم على الحيط ارسم واحلم بالمستقبل عرفتيها أسيل؟ بكرة ينور كل الجاي خلي أجيم أسيل حتى تعرفها. شنو هي؟ كل هو فراشة. وانتي غزل شو تقولي؟ فراشة. طبعا بالكنترول يقولوا النحلة لكن هي فراشة. لا هي فراشة صحيح، بس هي تشبه كرتون اسمه نحولة زينة البساتين، تشبهها صحيح؟ كلش حلوة. صفقوا لها. حلوة صديقتي. طيب وانتي أسيل ترسمين؟ يلا تعالوا منا. لا انتوا خليكم، انتي تعالوا. هذه أحلى رسمة رسمتها صديقتي شموسة، شمس الشموسة. يلا أسيل نفس الحالة لازم نعرف صديقتنا شنو راح ترسم. خلونا نباع عليها. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسم على الحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسم على الحيط
خل نسأل. عرفتي؟ أي دب دب؟ وانتي؟ دب تقولي؟ دب غزل باعي هنا حياتي هناك. يلا شنو هذا اللي اسمه صديقتنا؟ دب دب بس مثل ما قال سموسة ما عنده إدانات. هسه صار دب مضبوط. حتى انه عنده دائرة كلش حلو. نصفق لها. شكرا صديقاتي، احلى رسمات رسمتوها، انا اكيد تعرفت عليها لاني شاطرة مثل صديقاتي. اما الان وين نروح غزل؟ وين نروح؟ نشاهد هذه الفقرة؟ قولي نشاهد هذه الفقرة ونرجع لكم. نشاهد هذه الفقرة ونرجع لكم. مرحبا أصدقائي ومرحبا منار. وصلنا الآن مع بعض الفقرة الزكاريش. أكيد اليوم راح نصنع أشياء مميزة من الأقراص الفارغة. يعني هذه أقراص ممكن هي كانت سابقا تعمل، هي أقراص CD أو DVD. راح نصنع منها أشياء جميلة بمساعدة الورق الملون. تعالوا وياي حتى نتعرف على طريقة صنع فيل جميل من الأقراص القديمة. أتمنى أصدقائي أن فقرة زكاريش نالت رضاكم لليوم. أما الفيل ممكن أنه زينون بغرفتكم أو تعطوه هدية لماما أو أي أحد من أصدقائكم. انتظروني فقرة زكاريش لكن في الأسبوع المقبل. مرحبا أصدقائي، رجعت وياكم فقرة جديدة هي أكيد فوائد. أتمنى الآن أنتم تقضون وقت ممتع وياي ووي منار. أما فقرة فوائد محضرت لكم فوائد التفاح الأخضر. أكيد التفاح الأخضر يا أصدقائي يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات، وأكيد له فوائد صحية وجمالية بنفس الوقت. خاصة من أقارن التفاح الأخضر وهي التفاح الأحمر. إذا التفاح الأخضر يحتوي فيتامينات أكثر من التفاح الأحمر. كما يحتوي أصدقائي التفاح الأخضر على نسبة عالية من الألياف. هذه الألياف راح تخلي جهاز الهضم الخاص بنا نظيف وصحي وأكيد قوي. أما شرب عصير التفاح 3 مرات يوميا يا أصدقائي راح يمنع الفيروسات من الدخول لجسمنا أكيد. أما من فوائد التفاح أيضا يا أصدقائي فهو يحافظ على الأسنان. أكيد راح يحافظ لنا على أسنان صحية وقوية يا أصدقائي، وعلى لثة أيضا تكون صحية وما راح تعاني من أي مشاكل.
ويعتبر التفاح الأخضر يا أصدقائي هو غذاء صحي، بالإضافة أنه لذيذ الأكل لأنه ما يحتوي على دهون أو سعرات حرارية، لذلك راح يكون هو سهل الهضم. أما إذا كنتوا تريدون تحافظون على عظامكم يا أصدقائي ما عليكم إلا أن تتناولون التفاح الأخضر، لأنه يحتوي مادة مهمة تحافظ على العظام من هشاشة العظام، هي مادة اسمها اليورون. هذه المادة موجودة بالتفاح الأخضر. إذا يا أصدقائي عرفتوا كل المعلومات المفيدة عن التفاح الأخضر. من اليوم عليكم أن تشترون كل شوية تفاح وتاكلونه دائما. أكيد انتظروني بالفقرة القادمة. نانا قومي قومي غسلي لي هدومي، سوي لي عصيرة، فرشي لي الحصيرة، قصي لي رقية، باكل منها شوية شوية شوية. نانا بنتي بنتي عني ما سألتي، مامي يا تعبانة تبي بوسة نانا. نانا قومي قومي غسلي لي هدومي، سوي لي عصيرة، فرشي لي الحصيرة، قصي لي رقية، باكل منها شوية شوية شوية. نانا بنتي بنتي عني ما سألتي، مامي يا تعبانة تبي بوسة نانا. إذا أصدقائي رجعت لكم بعد ما شاهدنا هذه الفقرة الجميلة من نهار وهي تصنع لنا زكاريش صنعت لي أحلى فيل. أنا كلش أحب الفيل وأتمنى يصير عندي فيل، وأنت أيضا تتمنين يصير عندك فيل؟ تحبين الفيلة؟ تشوفيهم بالسيرك؟ تتابعين سيرك؟ هذا يلعب بالطوبة، ما شلون تلعبون بالنفاخة؟ تلعبون بالنفاخة. خلينا نشوف صديقتي أسيل. تعالي أسيل. أسيل طبعا هي بهذه العطلة مخططة تسوي أشغال يدوية، اللي أنا أسميها زكاريش. 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 أنت حسوين مثل ما نهار علمتك هسه، تجيبين قرصين أسوي فيل. تسوين فيل، ترسمي له إذانات وخرطومة. تحبين الفيلة؟ أي. أنا كلش أحب الفيلة. أما صديقتي غزل مرحبا، تحبين الفيل؟ أنا كلش أحبه، أنت تحبين مثلي؟ متأكدة؟ باعي الشاشة باعي. تحبين بابا؟ تحبين الماما؟ واللي أحبكم هواي. تحبين بابا وماما. هي أكيد تحب بابتها ومامتها هواي. خلينا نتعرف على صديقات شمس. شمس عندي صديقات بالمدرسة؟ أي. من هم؟ عندي سارة وهدايا وحنين. تحبيهم كلش؟ أي. طيب سلمي عليهم، بعثي لهم تحياتك. تحياتكم. تحياتكم، تحياتك إلهم. هم أكيد هسه يشاهدوك إن شاء الله ويحبوك هواي. أي. خلينا نشوف صديقات أسيل. عندي صديقات أسيل. أي. من هم؟ عندي آلاء وسارة. عندكم سارة وسارة وعندها آلاء. شو تقولي لهم؟ تقولي لهم مرحبا، سلمين عليهم. وانتي ما عندي صديقة بالروضة؟ أنا عندي صديقة، أنا عندي صديقات كومة. وانتي؟ طيب ما عندك أخو؟ أسد؟ تلعبين ويا أسد؟ دائما؟ قولي ألعب. سلمي عليه. مرحبا أسد. غزل قافلة نوعا ما. إذا أصدقائي خلونا نروح نشاهد. شو نشوف؟ مخرجنا نشوف نهار شنو حضرت لنا ونرجع لكم. هتقول للدادة. مرحبا أصدقائي يا أجمل أصدقاء بالكون، أكيد أصدقاء برنامج رياحين. أصدقائي الآن وصلنا إلى فقرة الرسم معنا. أكيد راح نتعلم رسوم جميلة، ما عليكم إلا أن تحضرون ورقة ملونة أو ورقة بيضاء وقلم أيضا وألوان جميلة حتى نرسم رسوم رائعة مع بعض.
رسمة اليوم نالت رضاكم. إذا حبيتوا ترسمون مثلها أكيد ما عليكم أن ترسموها بالورقة والقلم، بعدها تاخذوا لها صورة وتبعثوها على برنامج رياحين بالعربي عن طريق صفحة الفيسبوك. أكيد راح نعرضها في برنامج رياحين، ما عليكم إلا أن تبعثوها. أصدقائي الآن أكيد راح انتقل وياكم الى منار، لكن لا تنسون تتواصلون ويانا عن طريق صفحه الفيسبوك برنامج رياحين بالعربيه. راح تقدرون تبعثون رسومكم، ايضا مواهبكم واعياد ميلادكم او صور الاصدقاء. اصدقائي الان نرجع الى منار. الحبوبة أنا حلوة وطيوبة، أنا لما أبيها تنام تمسك إيدي أنا وتطلب هدية، ماما يوم ما نام الله يهديك، يوم ما نامي يلا ما بي، يوم ما نام الله يهديك، يوم ما نامي يلا ما بي، لو تبي مني أنام يلا نامي جنبي، ما بي لو تبي مني أنام يلا نامي جنبي، ما بي ما بي ما بي ما بي مو لازم أنام، أنا أخاف إذا صديقاتي الحلوات، تابعتوا الرسمة؟ كلش حلوة؟ أي حبيتيها؟ أي طبعا أنا أقول لكم إذا تعلمتوا ترسمون مثل ما ترسم نهار، أنتوا أيضا ممكن ترسمون نفس الرسمة أو غير رسمة، تبعثوا لي إياها عن طريق صفحتنا الفيسبوك اللي هي برنامج رياحين بالعربي ودون فواصل. إذا بس عندي وقت حتى أسولف صديقاتي قصة. تمام؟ أصدقائي عندي قصة حلوة وقصيرة تقول لا غزل لا توقعين حياتي. غزل حاسولف لك قصة؟ يلا. كان يوم ما كان في قديم الزمان كان اكو هناك ديك. هذا الديك عنده كتاكيت، الديك هو الأب والدجاجة هي الأم، صح. كان هذا الديك قرر ياخذ الكتاكيت وياه يروحون بنزهة جميلة. طبعا الأفراخ اللي هم الكتاكيت جدا فرحوا بهذه النزهة. قرر الأب بس قال لهم لازم يسمعون كلامي وما تروحون بعيد. هم الكتاكيت عموما دائما يجتمعون سوا، ما يتفرقون، دائما يكونون بنفس المكان، نفس المجاميع يمشون سوا، إلا الكتكوت الصغير فوفو. هذا شوية ما سمع كلام بابا ويحب يبتعد. كان دائما شرشر هو هذا الثعلب الشرير اللي هو يراقبهم، يطلعون يتنزهون حتى هو شو يسوي لهم؟ يخطفهم أو ياكلهم. ياكلهم؟ أكيد الذئب يكون جوعان ويريد ياكلهم ويطيح بيهم حتى في فخ معين، فكان عنده هو بس فوفو ما يسمع كلام باباته وراح بعيد. فتبع الثعلب أو الذئب، هو صديقنا الذئب شرشر، تبع الكتكوت فوفو حتى ياكله، قضى عليه وياكله. لكن الأب أكيد كان حريص على أطفاله ومراقبهم، شافهم الديك، فهو راح هجم على الذئب الصغير اللي هو شرشر وخلاه يبتعد. الكتكوت الصغير اعتذر من أبوه، قال له آسف يا بابا أنا خجلان من فعلتي ودائما راح أسمع كلامك. أما الذئب فهو يأس باعتباره ما قدر ياخذ هذه الوجبة اللذيذة وقرر يروح لمكان آخر، لأن هذه كتاكيت تسمع كلام أبوهم. حلوة القصة؟ أي حلوة. أنت تسمعين كلام بابا دائما ماما؟ أي. ما تبتعدين عنهم؟ وأنت أسيل؟ أي. طبعا أنت عندك وايد نزهات أسيل، لازم أبد ما تبتعدين عن البابا والماما. إذا أصدقائي أتمنى أنتم أيضا استفدتوا من هذه القصة. أما الآن نسمع هذه الأنشودة ونرجع لكم. أمي أحلى إنسانة تتعب من
ما شاهدنا ماما تحبني وأني أحبها. هذه الأغنية أنا كلش أحبها. إذا بصديقاتي عندهم بعد نشيد أيضا حلو، راح نسمع الأول وحدة شموسة. يلا شمس أتيمس. أمي أحب الناس لأمي وأم بالروح تفديني، فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني، تخاف علي من برد ومن حر فتحميني، ومن ألم ومن مرض أناديها فتأتيني. كلش حلوة صديقتي. طبعا هذا النشيد. خلينا نشوف صديقتنا أسيل عن شنو؟ المريضة. يلا الممرضة. المريضة رأيتها نظيفة نشيطة خفيفة فؤادها رحيم وعطفها عظيم، لطيفة الكلام تعمل في نظامي، تطوف بالدواء في الصبح والمساء، وتأخذ الحرارة بغاية المهارة، في كفها الشفاء يبعثها الرجاء، في قلبها حنان يبثه اللسان. في قلبها حنان يبثه إنسان. طب تغنوا لنا رياحين. يلا تعالوا تقدموا شوية، خلي المايك يجمعكم اثنيناتكم. يلا. نجي كل جمعة يمكم نحط بوسة على خدكم، أهم شي عندنا حبكم يا ولد المساكين، رياحين رياحين شوفونا نسليكم هدية احنا ننطيكم، تساعدونا بحكيكم، عسل انتو يا حلوين، رياحين رياحين. لا 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 لا. نعلي الوطن بيكم، بإلنا نخليكم، تشوفونا بحكيكم، عسل انتو يا حلوين. شكرا صديقاتي الحلوات، أكيد إن كلش حلوات وزين منهم حافظاتها أحسن من عندي. غزل أنتي ما حافظتها، حافظة شي ثاني؟ أي نسيت؟ غير البندورة؟ تقول إيه؟ خلينا نسمع. شنو عندك؟ يلا. أني وردة بيضة شكلي جميل، ما أحلى جمالي لما تشرب حليب، لازم تشكر ربك أبدا لا تنسى. إذا يا صديقاتي خلينا نشاهد صور أصدقائنا اللي وصلتنا عبر الفيسبوك ونرجع لكم.
شفتي وردة أحلى وردة فتحت Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday غزولة. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا غزل. سنة حلوة يا جميل. هاي شكرا لأصدقائي اللي بعثوا كل صورهم، وأقول كل عام وأنتم بألف خير. وأيضا لصديقتي غزل الحاضرة ويانا، أيضا كان عيد ميلادها، أقولها كل عام وأنتم بألف خير. ميلاد سعيد إن شاء الله تعرفين يعني ميلاد سعيد. أصدقائي كل عام وأنتم بألف خير. أنتم أيضا ممكن تتواصلون ويانا وتبعثون صوركم عبر صفحتنا الفيسبوك برنامج رياحين بالعربي بدون فواصل. أعتذر من أصدقائي والمواهب اللي ما صار يعني عندي وقت حتى تنعرض ولا الرسائل، إن شاء الله على الحلقة القادمة. إلى اللقاء. نجي كل جمعة يومكم نحط بوسة على خدكم، أهم شي عد حبكم يا ورود البساتين. رياحين رياحين تشوفونا نسليكم، هدية احنا ننطيكم، تسعدونا بحاتيكم، عسل انتو يا حلوين. رياحين رياحين لا 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 لا. نعلي الوطن بيكم، ربي إلنا يخليكم، تشوفونا ننطيكم، فرح قلبنا برياحين. رياحين رياحين نهار ومنار احنا، حبكم انجمعنا، سعادتكم تهمنا، شوفونا برياحين. رياحين رياحين لا 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 لا. نجي كل جمعة يومكم نحط بوسة على خدكم، أهم شي عد حبكم